السلام عليكم والصلاة على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه أجمعين. كما كتشوفوا دابا غادي نشارك معكم واحد تحلية رمضانية. ديروها هكا في السحور، كتجي زوينة بزاف بزاف وسريعه ديال التحضير. والله يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه يا ربي، وباش ما كتمناو بطولة العمر وبالشفاء ان شاء الله، واللي عنده شي حاجه الله يقضيها ليه يا ربي يا ربي امين. ودابا كما كتشوفوا درت واحد نص لتر ديال الحليب، وزدت عليه واحد الساشيه ديال فاني، وثلاثه المعالق كبار ديال مايزينا. هانتوما كما كتشوفوا 3 معالق كبار ديال سنيده. صافي كندير على البوطه على نار مهيله، على نار مهيله. صافي هانتوما كما كتشوفوا كنبقى هكا كنحرك فيها مزيان، كنبقى نحرك فيها مزيان حتى كتعقد ليا. نتوما كما غتشوفوا معايا، وكنصحكم اخوتي تجربوها لان فعلا كتجي لذيذه وزوينه. هكا كنحتاجوهم هكا في رمضان في السحور ان شاء الله يا ربي. الله يبلغنا ليه يا ربي يا ربي، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. وانتم كما كتشوفوا هكايا بدات كتعقد ليا، وصافي غنزيد عليها هنايا دانون. صافي غادي نحركها واحد شويه باش يذوب ليا ديك دانون ينسجم مع الخليط، وصافي ونطفي عليها وكنبدي نفرغها في الكؤوس. هانتوما كما شفتوا نفرغها هكا في الكؤوس. انا هنايا نص لتر ديال الحليب خرج ليا 6 ديال الكيسان. وصافي هنايا دزت نصاوب الطبقه الثانيه، درت فيها كذلك نص لتر ديال الحليب، 3 المعالق كبار ديال سنيده، وكما كتشوفوا هنا عاوتاني 3 المعالق ديال الكاكاو المر، وغادي نزيد عليها عاوتاني 3 المعالق ديال مايزينا كبار. هانتوما كما كتشوفوا معايا. صافي عاوتاني كنبدا نحرك مزيان حتى كينسجم الخليط مع بعضياته. اللي بغى يزيد عليها كذلك شي 2 طرفه ديال الشكلاطه يزيد عليها هكا ملي يكون كتذوب. وصافي هنايا جيت درتها فوق من الطبقه الاولى. والتزيين اخوتي كيبقى على حساب كل واحد وطريقته. انايا كان عندي شويه ديال اللوز مهرمش درته هكا فوق منه. وانتم دابا كما كتشوفوا زدت عليه انا زينته هكا باللوز كما قلت لكم، كل واحد يزينو على حسب الطريقه اللي كيبغي. وصافي اخوتي هكا كندير الثلاجه حتى كيبرد، حتى يبرد مزيان يشد فراسو. وهنايا دابا غادي نصاوب معكم واحد كيكه بالليمون تجي زوينه هكا نقدموها مع التحليه. كما كتشوفوا دابا هنايا درت 2 بيضات وكاس ديال سنيده، وغادي نحركها واحد شويه ونزيد عليها واحد ساشيه ديال الفاني. صافي زدت عليها هنا واحد الساشيه ديال الفاني. غادي نبقى نحرك مزيان مزيان حتى يرجع لونها بيض. هانتوما كما كتشوفوا القوام كيفاش رجع. وكنبقى نزيد هنايا نص كاس ديال الزيت تدريجيا، كنبقى نكبها تدريجيا وكنبقى نحرك مزيان. وزدت عليه هنايا كاس ديال الليمون. صافي هنايا درت الطحين على حساب الخليط.
صافي هكا كنغربلوه هكا مزيان. صافي هكا كما قلت لكم كنغربل الطحين مزيان، وكنزيد عليه واحد جوج ساشيات ديال الخماره. صافي هكا كنغربلو مزيان. صافي كنبقى نحرك هكا حتى كينسجم الخليط، وكنزيد عليه واحد المعلقه كبيره ديال الخل. صافي هنايا المول ديالي كنكون دهنتو شويه بالزيت، ودرت هكا درت ليه الطحين وصافي. وهنايا درت صافي هنايا خويت الخليط ديالي وزدت عليه هكا ديك حبيبات ديال الشكلاط ديال الكوكيز. ايوا دابا نتوما اخوتي كما كتشوفوا كيفاش كتجي الكيكه، كتجي زوينه والتحليه كما شفتوا. المهم زوقت 5 ديال الكيسان وكاس واحد لا على حساب خويا مبغاش، قلت لا خليه ليا هكاك. صافي درت ليه هنايا درت ليه هذيك حبيبات ديال الشكلاط ديال الكوكيز، زدتو هكا من الفوق شويه. وكنصحكم اخوتي تجربوا لانه فعلا يستحق التجربه، لانه فعلا كيجي زوين بزاف بزاف. هانتوما كما كتشوفوا الخليط كيفاش كيجي. ونتمنى اخوتي تجربوا، وما تنساوش اخوتي تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتنتسناو منكم الدعم ديالكم. هنايا نتوما كما كتشوفوا كيكه كيفاش جات زوينه، جات مفشفشه، وجات فيها ديك النسمه ديال الليمون، جات فنه. وكنصحكم فعلا تجربوها لان كتجي زوينه. هانتوما كما شفتوا كيجي فيها من الداخل ديك حبيبات ديال الشكلاط، كتجي زوينه. وبصحه والراحه. وما تنساوش اخوتي تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم على المتابعه، وبصحه والراحه.